باب ما يحرم على المحدث. المحدث ده ينفع يعمل أي حاجة زيه زي الطاهر؟ قال لك لا، في فرق. قال وتحرم الصلاة كالتطوف، يعني تحرم الصلاة ويحرم الطواف كمان، طواف سنة أو طواف ركن، ماشي، سواء طواف فرض أو واجب أو سنة، أي نوع من الطواف، لأن الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. فقال وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف. أدي 3 حاجات: الصلاة والطواف ومس المصحف. كل ده يحرم على الحائض، كل ده إيه؟ يحرم على الحائض. والصلاة يشمل فيها سجدة التلاوة وسجدة الشكر. هيتكلم عن كله هنا، المحدث حدثا أصغر وأكبر، يتكلم على الحائض وعلى الجنب وعلى المحدث حدثا أصغر كمان. ما هو المحدث عموما احنا بنتكلم، قالوا إذا نصوا قالوا محدث، الأصل في الغالب عند الفقهاء معناه الحدث الأصغر، لكن إذا أرادوا الأكبر نصوا عليه قالوا حدثا أكبر. هنا العنوان الباب باب ما يحرم على المحدث عموما، بس لما أخره في نهاية كتاب الطهارة شمل المحدث حدثا أصغر وأكبر، حيضا أو نفاسا أو جنابة. جميل. قال وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها المصحف. والراجح عند مس المصحف للحائض وللجنوب لا يجوز عند الأئمة الأربعة. قال والنطق بالقرآن، يعني الحائض كمان يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب، حتى لو حفظ القرآن عن غيب وهتقعد تسمع كده لا يجوز إذا كان بنية القرآن، باستثناء بقى الضرورات تبيح المحظورات، ده موضوع آخر، كأن تكون معلمة أو متعلمة أو عندها اختبار فغصب عنها تروح وتمتحن وتسمع، ما فيش مشكلة، خلاص، ده استثناء. ولذلك هذا ده الجمهور، كلمة النطق بالقرآن ده عند الجمهور. أجاز المالكية النطق بالقرآن إذا كان يسيرا لا على سبيل الورد، وقال كالمعلمة والمتعلمة لا بأس. عندنا النطق بالقرآن يحرم ولو آية ولو بعض آية، إلا أن يكون ذكرا، ليس المراد منه أن أنا بقرأ قرآن. واحد ركب الدبة أو المرأة ركبت الدبة وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، دعاء ركوب الدبة وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قريت آيتين هم، بس قريتهم مش عشان قرآن، قريتهم عشان ده دعاء ركوب الدبة، ينفع. طب واحد هياكل قال بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن فقرأها من أجل الذكر فلا إشكال. قال والنطق بالقرآن الحجة كم حاجة؟ 4: صلاة وطواف ومس للمصحف، وكذا حمله، فالحمل مس وزيادة، بل لو شنطة بيد كبيرة كده وطويلة والمصحف في آخر الشنطة هذا الحمل لا يجوز. حمل المصحف إذا كان مقصودا لذاته. طب حطه في شنطة سمسونية ومسافر بيها، لكن الإنسان على جنابة أو المرأة حائض، إذا كان مقصود حمل المتاع والمصحف معا فلا يجوز. أما إن كان المقصود حمل المتاع والمصحف معه بالتبعية قالوا فلا إشكال، لأنه ليس مقصودا بذاته. والفكرة في القصد بذاته مسألة الحل أو الحرمة وتعظيم القرآن، فلا يحل للحائض ولا الجنب أن يمس المصحف ولا أن يحمله، خلاص. قال والنطق بالقرآن إن لم تقصدي أذكاره ولبثها في المسجد. رقم 5 بعد النطق بالقرآن، احنا قلنا 3 و4 النطق، ال5 المكث في المسجد، خلاص، مجرد المكث في المسجد حتى وإن أمنت التلويث. يعني بعض النساء النهارده والغالب بيلبسوا الحفاظات ونحوها، قالوا إن كانت أمور تمام لا تدخل المسجد وتجلس فيه نهائيا، ولا في مصلى النساء ولا عشان درس علم، لا يجوز. والنساء بتتهاون في ذلك للأسف كثيرا. بل أعرف بعض النساء في صلاة القيام أحيانا في رمضان تقول لك أنا نفسي بتشتاق أسمع الشيخ الفلاني، أو حرام أضيع ال10 الأواخر دول، فبتيجي المسجد وتقعد في مصلى النساء، وبعضهم تبقى قاعدة قدام الباب كده عند تكرم الشباشب وغير ذلك وهي حائض. طب جاية ليه؟ وبعضها ممكن تبقى جاهلة شوية فتدخل وتقعد تقول أنا مش هصلي، هو الصلاة هي اللي حرام؟ لا، وكذا المكث في المسجد حرام كالصلاة. قال كذا الدخول مجرد المرور، لو جايبه ابنها تدخله حلقة القرآن وتمشي، بس الدخول في ضابط. قال كذا الدخول حيث تنضح الدماء. كذا الدخول يعني مجرد المرور أو العبور بالمسجد، ماشي، خليكم معنا دقيقتين ونختم، ماشي. كذا الدخول أي مجرد العبور في المسجد يحرم، بس إذا خافت التلويث. لكن إن أمنت التلويث يبقى مجرد المرور أو الدخول والخروج دون مكث لا إشكال. قال واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبة بوطئها ولمسها لا الرؤية. يعني المرأة الحائض يحرم على الزوج أن يستمتع بها فيما بين سرتها وركبتها. طبعا الجماع مرفوض لأنه جماع الحائض محرم وكبيرة. كذا الاستمتاع
كأن يضع يده على الفخذ أو فوق تحت السرة أو من السرة إلى الركبة. الاستمتاع ممنوع عندنا في المذهب، خلافا للحنابلة يرون القبل والدبر فقط يكون بين سرة. قال واستمتاع زوجها بها أو بما يكون بين سرة وركبة بوطئها أو لمسها، سواء كان الوطء والجماع المعروف أو حتى في الفخذ ونحوه. قال لا الرؤيا النظر ليس محرم. قال وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال. أي حاجة من المحرمات اللي قلناها على المرأة الحائض تحرم عليها ما لم تغتسل، حتى وإن انقطع الحيض. مش احنا قلنا المرأة قد ينقطع الحيض بتاعها مثلا الساعة 7 الصبح، ممكن ما تغتسلش إلا مع الظهر لما تعوز تصلي، صح؟ الفترة دي طول ما عنديش حيض نقول لها يحرم عليكي، يحرم الوطء ويحرم المس ويحرم كل شيء ما لم تغتسل، إلا الصوم فيجوز قبل الاغتسال. إن طهرت قبل الفجر ينفع تنوي الصيام وإن اغتسلت بعد الفجر. قال وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة. وما عدا الثلاثة المؤخرة اللي هي مسألة الصوم ومسألة الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، وكذلك الدخول في المسجد، المرور. الجنب يحرم عليه 4 الأولانيين. الجنب يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، وكذا النطق بالقرآن على الجنب، وكذا المكث في المسجد. دول يحرمون على الجنب. عرفنا ما يحرم على الحائض والنفساء وما يحرم على الجنب. قال وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة. آخر بيت قال وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث، اللي هو الحدث الأصغر. وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث إلا الثلاثة الأول. الثلاثة الأول والصلاة والطواف ومس المصحف، دول يحرمون على المحدث حدثا أصغر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.